ما جثم العدو الغاصب في صدر الأمة في هذه الأيام إلا لأنه امتلك نواصي القوة وامتلك نواصي الوصاية على الآخرين، وبذلك استطاع أن يكون هذا العدو الغاشم وسط المسلمين دون أن يثأر أحد لإخوانه فيهم. ولأجل هذا فالمسلم القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المسلم الضعيف، والقوة التي تبتغى من المسلم هي في أصلها مقتضى من مقتضيات هذا الدين، فالضعفاء لا يمكنهم أن يؤسسوا خيرا، والضعفاء لا يمكنهم أن ينشروا خيرا، والضعفاء أيضا ليسوا قادرين على أن يحفظوا للعدالة ميزانها وعلى أن يحفظوا للشريعة مكانها، لأن الضعيف يشفق الناس عليه ولا يقتدون به. الضعيف في كل شيء لا يملك شيئا، ولأجل هذا فعلينا في حدود قدراتنا ومواهبنا التي رزقنا الله تعالى إياها أن نكون أقوياء حقا. وأنتم طلاب العلم الشريف لكونكم في هذا المقام الطيب في هذا البيت العامر بذكر الله تعالى مطالبون قبل سواكم بأن تكونوا أقوياء حقا، فيجب أن تكونوا أولا أقوياء في خلقكم، أقوياء في حرصكم على الأخلاق الحميدة، لأجل أن تكونوا شارة تعرفون بين الناس أنكم طلاب العلوم الشرعية. ولا يليق بطالب العلوم الشرعية أن يكون سيء الخلق، ولا يليق بطالب العلوم الشرعية أن يكون ممن يجتنبه الناس لفحش لسانه أو لسوء تعامله. فأول انعكاس لشريعة الإسلام التي بعث نبيها صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق أن يثبت الإنسان جدارته الخلقية وتفوقه في الحرص على الأخلاق الحميدة قبل الآخرين، فإنه بالأخلاق الحميدة تفتحون القلوب، وستتيسر بإذن الله تعالى الدعوة إلى الله تعالى بعد ذلك. ثم إنه عليكم أيضا أن تكونوا أقوياء في تحصيلكم الدراسي. أشد ما ألاقيه وأسمع عنه أن أسمع عن طالب للعلوم الشرعية متخلف في تحصيله الدراسي، معتن بأمور لا تثبت جدارته، فليس هو نافعا لنفسه وليس هو نافعا لمجتمعه، ويظن أنه بتخلفه هذا يستطيع أن يدعو إلى الله تعالى وأن يزكو بنفسه، مع أن الأمر بخلاف ذلك تماما. فالقوي في دقيقة يحدث من التغيير ما لا يحدثه الضعيف في سنوات. ولأجل هذا احرصوا على هذا الأمر، وعلى أن تكونوا متميزين في تحصيلكم، متميزين في تخصصاتكم، ولكل ما ييسره الله سبحانه وتعالى له، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. المطلوب قبل هذا وذاك أن تكونوا مثبتين لأنفسكم بالجدارة وبالأهلية والكفاءة، فذلكم أول ما يستطيع به الإنسان أن ينصر إخوانه الآخرين، لأنه لن يستطيع إنسان نصرة إخوانه إن لم يكن منتصرا على نفسه. لن يستطيع إنسان أن يقوم بشأن إخوانه وبشأن العدالة وبشأن كل ما يصلح هذا المجتمع إلا أن يكون الإنسان قادرا على أن يتحكم في نفسه، له من الملكات والقدرات ما يمكنه على أن يلزمها ويلجمها بلجام التقوى، فبذلك يكون الإنسان خيرا ناشرا للخير بإذن الله سبحانه وتعالى عند الآخرين. عليك بها انحرها وإن هي والولد، أي أنك لا تترك لنفسك مجالا، فليس ثم مجال سوى أن نلقى الأحبة بإذن الله محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة.